روح يا عبدو يا شباب. هذا ماما تروح يا عبدو. السلام عليكم، كيفكم حبايب قلبي؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تضلوا بألف خير وانتم عم تشاهدوا فيديو اليوم. ورجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد. ان شاء الله هذا الفيديو فيه كثير شغلات حلوه. حطوا لي لايك وخلينا نبلش بالفيديو. وبتمنى كل حدا مو مشترك بالقناه اشترك وفعل زر الجرس وفرح قلب معصمه لنوصلكم كل جديد عم ننزله ورح ننزله باذن الله تعالى. كيفكم حبايب القلب؟ هذا الفيديو يا صبايا بجوز انه رح يكون طويل شوي، بس ما عليه بدكم تتحملوا شوي معصومه، لاني حاولت اني اقصه اكثر من هيك ما قصر معي. وبحب انه هيك كمان تكتبوا لي بالتعليقات انه يا معصومه الفيديو اللي فيها مثلا عم نزل فيديو 14 دقيقه بس يا عمري خلص طبعا. الفيديو هذا بحاول شوي رح اعمل له من مشاهد ولا لا. عندي الفيديو 15 دقيقة صبايا، بحب انه شو بيناسبكم. يعني مدة الفيديو قد ايه؟ 14 دقيقة 15 يعني مثل هذا الفيديو. بتمنى انه تكتبوا لي مشان هيك ينزل على ذوقكم صبايا. الله هيك يخلي لي اياكم وما يحرمني منكم. ما انسى انا وانتم ذكر الله والصلاة على النبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صبايا هلا هون أنا عم بحضر سهرة المساء. أنا بتمنى إنه كل ما أجان هلا أكثر شيء ضيوفنا نحن بيجوا المساء صبايا بالسهرة، بس ما عم بقدر إني صور لكم وقت اللي بحط ضيافة، لأنه عندي الإنارة تبعت المطبخ كتير سيئة. قد ما زبطتها عم تعطي ظل المجلة وظلي أنا، يعني كتير عم تعمل كيف ما تحركت بتحسوا إنه التصوير ما بيزبط معي المسا. بس هون حبيت اني هيك اصور لكم شوي وشارككم بالضيافه اللي قدمتها. قلت حتى لو بكون عتم شوي شوفوا، مع انه عم حاول اني احط لكم بالمكان اللي فيه ضوء نهرة اكتر. عم بحاول اني احط لكم الصينية مشان يبين معكم انا شو عم حط. انتبهوا قد ايه في عتمة بباقي بلاط المجلة، يعني ما بقدر صور بالليل انا ابدا. كتير شغلات احيانا بعملها بالليل ماني عم بقدر صورها بس مشان الانارة. رح تقولوا لي معصومة زبطيها. حاولنا انه ننقل اللمبة اللي بقلبها من مكان لمكان، والله ما زبطت يا صبايا. يعني نقليها ابو عصومة من مكان لمكان ضلت مثل ما هي. لهالسبب هذا انا قليل ما اصور بالليل، عرفتوا كيف؟ بس هيك اليوم حبيت انه هيك صور لكم شوي من الضيافة انا اللي بقدمها لما بيجي حدا، على حسب الوضع او حسب ما بتكون عندي الضيافة. هلا هون عملت متي وشربوا خلصوا متي، وهلا هون بدي اعمل قهوة. حتى انتبهوا على الغاز انا كيف حطيته بهذا الجرم مشان يبين معي الضوء اكتر. شوفوا قد ايه معصومة عم تتعذب وعم تعاني. بقى هيك ربي يجبر بخاطركم، ساندوها ووقفوا معها وشجعوا. اهم شيء انكم تشجعوني وتوقفوا معي وتشاهدوا لي الفيديو للاخير يا صبايا. كتير عم يجيني انه ما عم يتشاهد الفيديو الربع اللي إله. بقى الله يجبر بخاطركم اللي عم تحط على الفيديو. حتى اذا ما بدك تشاهدي بس خليه شغال ليخلص الفيديو. بتعملوا معي معروف ما رح انسى لكم كل العمر. كتير بتساندوني بهي الوضعية وبيقوى عندي الفيديو. الله هيك يخلي لي اياكم وما يحرمني منكم يا رب ويديمكم نعمة بحياتي. وكتير عم يجيني سوء اسئلة انه معصومة انت بسوريا ولا بتركيا؟ انا بسوريا يا صبايا. كتير صار متكرر هذا السؤال انه انت ساكنة بتركيا. لا يا صبايا انا ساكنة بسوريا. وحكيت قبل هالمرة، بس كتير في صبايا بجوز أحيانا عم يدخلوا جدال على القناة ما عم يعرفوا، بيشوفوا إنه أحيانا بكون مصورة قلت لكم عن طريق المولات أو بالمولات هون اللي عنا بالمنطقة. كلهم يفكروا إنه نحنا بتركيا. لا أنا بسوريا، وهي المولات وهي المحلات إنه هون. ومشان الصبية كمان امبارحة اللي استغربت إنه ماكينة الكبة ب 800 ليرة. ايه حبيبتي، هلا هي مو هالنوعية المنيحة، بس بعتقد انه الانسان اذا بدير باله عليها وبتكون على ايد وحدة ان شاء الله انه بتضل هيك مدة اطول. وبس الانسان اي غرض نجيبه صبايا بس نهتم فيه. يعني في كتير شغلات بنجيبها رخيصة وقليل، يعني شو بدي اقول لكم، يعني يدوب انه مسكت جسكاجي. بس يا صبايا لما بندير بالنا عليها بتحسوها انه بتقيم مدة طويلة، عرفتوا كيف؟ وكتير في شغلات بتكون غالية لما الإنسان ما بيهتم فيها
اكيد فترة قليلة بتخرب ومنكبها وما بنستعملها شيء بسيط. عرفتوا كيف؟ بقى الهوا ست البيت، وهوا لو الانسان ما بيكون يعني بدير باله على اغراضه. هلا انا والله في كتير عندي اغراض بجيبها بكتير بس بسعر رخيص جدا، بس بهتم فيها وبعتني فيها ما شاء الله بتضل مدة طويلة. شوفوا هلا انا هدول السكريات صبايا انا جبتهم للصبايا اللي شاهدوا الفيديو اللي جبتهم من بنص رمضان تقريبا، يوم اللي جبت اياه بالعيد لاولادي. وهذول بيتجرحوا فورا وقت ما بنليفهم مره تنتين فورا بيتجرحوا. يعني انا عم حاول هلا اني صحيح ما كتير عم ليفهم، بس لما بليفهم بحاول انه ما يتجرحوا معي. هلا رح يضلوا مدة طويلة. وكتير اجاني تعليقات انه هالسكريات يا معصومه تبعت المت كتير حلوات، من وين جايبتيهم؟ لما بقول لهم لحدا انه جايبتهم ب20 ليره ما حدا رح يصدق. عرفتوا كيف صبايا؟ يعني الشغله احيانا والله مو بسعرها. هلا كتير مثلا شو بدي اقول لكم، بجيبوا غسالة مدة طويلة. هلا احكي لكم، انا حابة اني احكي لكم شغلة من قديما كانت صايرة معي. يعني بدي احكي لكم هالشغلة من 20 سنة. جبت انا وسلافي غسالات. لاحكي لكم صبايا، انا جبت الغسالة ارخص من اللي إلهم، ونوعية اللي عندهم هنو كانوا جايبينها انه احسن من اللي عندي. سلايف التنتين والله يا صبايا. بعد فترة يعني بعد سنة كل وحدة اخذت غسالتها على مصلح. وحدة صارت الباب ما عاد يسكر، والتانية انه صارت هيك تاكل من الغسيل. انا ضلت على ما هي، ومع اني استعملها اكثر الايام بستعملها انا من زمان يا صبايا، من يوم المرض عصومي اكثر الاحيان. يعني اذا ما عندنا تياب لان عندنا بطانية لعصومي اني احطها بالغسالة. غسالتي من فضل الله والله بحياتي ما اخذتها عم صلح يا جماعه. عرفتوا كيف؟ يعني ما بعرف ادي لكم انه كيف بيستعملوها. اكيد انه ما بيغسلوا اكثر مني، او انا بحط الغسيل صح وانه لا. بس سبحان الله في ناس هيك بقيم الغرض بايدها. حتى انا يعني في كتير عندي والله عندي بطانيات من وقت اللي خلقوا اولادي، يعني عمرهم 20 سنه. يعني بتفكرون ما لهم سنة أو سنتين جايبتهم، حسب الإنسان ما بيهتم بغرضه. في يعني كتير في ناس، هلا أنا عم بضرب المثل على كل الناس، ما بدي إنه كتير أحملكم بنفسي، بس لا. يعني مثل قبل وقت اللي كنا نجيب غرف النوم، يعني شفتوا أحيانا بالحارة أو بالقرايبين بتزوجوا أكثر من حدا، أو الأصدقاء أو هيك. يعني تزوجنا ونحن وكذا حدا، يعني بعد فترة تحسوا انه الام مهملة، تخلي اولادها طالعين فايتين على غرفة النوم يبقبشوا فيها. يعني اهمال. ما كتر ما تمسحها وتشطف وتنظفها وهيك، بعد فترة قصيرة تحسوا انه غرفة النوم هرهرت. عرفتوا كيف؟ بقى اذا ست البيت انه بتدير بالها مثلا على الغرض، وبتمسحه وبتخلي ما تخلي الاولاد انه كتير يأذوا فيه او يلعبوا فيه، بضل يعني كيف من كان 20 30 سنة وما شاء الله كأنه هلا الواحد جايبه. فان شاء الله هيك كتير صبايا يستفادوا من ام عصومي. عن جد الحمد لله بفضل الله انا يعني بقيم عندي الغرض كتير منيح الحمد لله. من قبل كانه لبس ولا كانه غرض بالبيت او كانه طقم كاسات او اي شيء، يعني ما كتير بستعمل بكرر الشيء انه كل فترة لعني لازم اني جدد او اجيب شغلي. لا لا. هلا يعني انا عندي بالذات من يوم اللي تزوجت في عندي انا لحد الان مد لحد الان بستعمله كاني هلا جايبته. ما يعني ما بتفكروا ما خربان ابدا. هلا نرجع على الفيديو اللي إلنا. هون يا صبايا، اللهم صل على سيدنا محمد. والله العظيم معصوم كتير ما بتقر معكم بهالفيديو بتهلك آخر شي. هلأ هون جايبين يا جماعة صدر دجاج مقطع طبعا، وأربع جوانح أو جانحين مقطعين، أربع قطع. يمكن جانحين متقطعات أربعة الأغلب وما بعرف. الصدر يمكن نص كيلو أكتر شوي والله ما بعرف، بس أقل من كيلو طبعا. هلا أنا حطيت لهم، هن مغسولين ما شاء الله كتير نضاف، بس أكيد بدهم الواحد يغسلون دور أو دورين. هلا حطيت لهم نص كاس خلية صبايا، وفرمت لهم بصلي وراح انقعهم لبين ما اني اقشر البطاطا وظبطها. بكونوا انه يعني اذا فيهم زفرة او فيهم شي بيكون راحت. هلا بدي اقشر البطاطا، وانا دائما بعمل هي الاكله، بجيب لها انه صدر دجاج، احيانا بجيبه مقطع احيانا انا بقطعه، وبعملها بحطها بالفرن وبفرم جنبها تبولة. وكتير كتير طيبة هالأكلة. بقى بحسها إنه كمان إنه مريحة. خلص متى ما حطيتها بالفرن بقعد برجع شو عندي شغلي، بخلص شغل البيت كله وهي بقلب الفرن. هلا قشرت أكتر من كيلو بطاطا وغسلتهم نظفتهم كتير منيح لحتى ينشفوا. هلا هون بدي أفرمهم بقلب الصينية،
وأنا ببهر ما بخلط الدجاج على البطاطا يا صبايا، حتى إذا بجيب فخدان بدي أعمل عليهم صينية بطاطا أو فروجي كاملة، بحب أنا تبل كل حدا تتبيلته بشكل يعني ما مع بعض. في كتير ناس بتتبل البطاطا والفروجي بتقلك إذا هنن يعني بده يصيروا بنفس الصينية بده ياخذوا من نكهة بعضهم، لا ما بعرف أنا هيك الطريقة اللي بحبها، لأنه الفروجي بحط لها لبن وخل ودبس بندورة، البطاطا ما بحط لها أنا يا صبايا. هلا من نفس البهارات بدي أحط للفروجي وللبطاطا للصدر اللي أنا جايبته. هلا حطيت هون كزبرة يا صبايا، فليفلة حمراء، بس بهار، ملح. هون بس هيك البطاطا بس الشيش هو بيقطع من مطعم ياسر الثوم. مرة حطيت كتير للبطاطا لأنه ما مطعم تاتوم. بقى هلا رح أحط راس ثوم بس صدر الدجاج. وهلا هون حطيت شوية زيت نعناع وحركت بهي الطريقة. وهلا رح أتبل معكم الدجاج وأحط عليها هون راس ثوم. وهي طريقة أنا بدأت من صباح على قلبه لجوا مشان إنه ينضف مع الخبز. وبحط في التومات وبحط عليهم رشة ملح وبيض. ما بعرف بحبهم أنا يا صبايا، يعني ما يعني كيف الطريقة اللي بدق فيها التوم، ليش ما بدي أو هي اللي بيهرسوا التوم أو هيك. والله يا حسيت هي طريقة أسهل شيء وأحسن شيء. ما بعرف يعني هلا ما كتير صعب الواحد إنه يجيب ندق التوم كل حقها بجوز 15 20 ليرة، بس أنا بحب هي الطريقة. يعني جربت كل الطرق، عجبتني هي الطريقة أكتر شيء. بحسها سهلة ومريحة، وبتكبوا هالكيس وخالصين كأنكم ما مستعملين شيء. وأكيد بيكون كتير في عنا مثلا أكياس خبز مثلا بالبيت. وهلا نفس البهارات رح أعيدها يا جماعة مع اللبن، حطيت معلقة لبن ومعلقة دبس بندورة. وهلا هون حطيت شي نص كاس زيت زيتون. وهلا رح احط رشة ملح، مع اني انا حاطة للثوم ملح بس حسيته انه قليل. هلا رح اتبلهم كتير منيح، وبدي افردهم على وجه البطاطا من فوق. ما بعرف انتو كيف الطريقة صبايا بتعملوها، ما بعرف يعني انا ما بدي لكم انه طريقتي الصح، بس بقولكم انا بحب اني ورجيكم انا كيف اني بشتغل. هاي طريقتي وبحسها انه يعني بتناسبنا وبنحسها انه كتير طيبة. هلا هيك رح احطها على شو اسمه. انا بحس انه البطاطا اللهم صل على سيدنا محمد ما طيبة عليها اللبن والدبس البندورة. بحس انه بس اللحمة هي التتبيلة بتطلع طيبة. ما حسيت انه بتطلع طيبة للبطاطا يا صبايا. وانا كتير بعمل هي الطريقة، بتبل الفروجي بنفس الطريقة وبحطها بالصينية من غير بطاطا. عرفتوا كيف؟ بطبخ جنب رز ابيض او كبسة او حيلا شيء، بس بكون عاملة نفس التتبيلة بحطها بالصينية وبشويها لحالها من غير بطاطا. ولما بدي اعمل بطاطا بعملها بهي الطريقة، بتطلع ما شاء الله عليها كتير طيبة. وحتى أنا ما كتير بحب إنه كتر زيت أو سمنة. يعني في ناس كتير بتحب السقسقة أو بتحب الإيدام بالأكل، أنا لا بحب حطه يعني وسط، لا كتير ولا قليل، لأني من النوع اللي ما بحب إنه كتير كتر اللهم صل على سيدنا محمد. هلا هون كمان في عندي بقايا بالزبدية من زيت الزيتون، حطيت لهم شوية زيت نباتي كتيتهم البقايا عليها. حسيت انه الفليفلة قليلة، رح ارجع احط هذا القرن. كنت على اساس احطه من الاساس، قلت كأنه كتير، بعدين قلت لا ما رح ارجعه. وهلا هون جايبي انا مع الغراض كمان خيار وبقدونس. بدي اعمل صحن تبولي ما بدي كتير، بحيث انه يعني فورا تخلص مع الاكل. ولا كنت جبت يعني اكل بعدين بقدونس، بس لا خلص بقت البقدونس وكم خيار وحبتين بندورة يعني بيطلعوا جات طبولي يعني مناح وبكفونا. انا عيلتي يعني بتعرفوا انه ما كتير كبيرة، وبحب انه فورا يخلص. حتى اذا زادت من صينية البطاطا مثلا بدنا نسخن المساء، يا بفرم لهم صحن سلطة جنبها، يا اما بروب لهم لبن، يعني بصير اي شيء جنبها. وحتى بقطع لهم بندورة والخيار كمان بيمشي الحال. مشان انه ما تضل شفتوا التبولة والخضرة وهيك امور. بس ضلت بتدبل الخضرة بقلبها كتير، وبتصير هيك كتير بيصير بقلبها مي. الى هالسبب هذا ما حتصير طيبة ابدا. بقى اذا انا ما بدي اعمل كمية كتير، هلا هون رح نقي نقعت الخيار بس بمي صبايا. هلا هو نضيف بس من تراب من شيء لبين ما نقي البقدونس. والبقدونس هون ريحته ما شاء الله بتشهي صبايا، يعني ما في اي ريحة. احيانا بيجي البقدونس في ريحة زنخة او شيء، هذا لا ما في شيء. بس رح احط له حبة ملح معلش احسن، وانقعه شوي لبين ما انقع البرغل وافرم عليه البندورة. عرفتوا كيف صبايا؟ انا البرغل ما بنقعه بمي، بحطه بسفل الجاط اللي بدي افرم فيه التبولة، وبعصر له ليمون
انا ما عندي ليمون غير ليمون واحد بدي زين فيها، ما عصرتها طبعا. بحصر له ليمون، بحط له البهارات، وبفرم البندوره اول شيء مشان ياخذ ميه البندوره ويتنقع فيها فورا. يعني شو بدي لكم، فورا بينقع، ما بتخلصوا فرم التبولة الا بصير نظامي. انا ما حبيت طريقته بنقع المي، في ناس بتسخن له شويه مي بتنقعه، في ناس بتنقعه بمي بارده. هلا هو بكونوا كميتهم كتير قليله مو محرزين، بس لا هي الطريقه انا من زمان انا بحب اني اعملها هيك. حتى نكهه البرغل بتاخد بتضل أطيب لما بتاخد مية البندورة أو عصر الليمون أو البهارات اللي بتحطوها. هلا أنا هون على أساس إني أحط البهارات من قبل ما أفرم. والله نسيت يا صبايا، أحيانا سبحان الله الإنسان بيشوف هذا الشيء. صبايا أنا بنتبه على شغلات بنتبهها وقت وأنا عم سجلكم الصوت، بكون عم منتج الفيديو. عن جد كتير شغلات بكون نسيانتها بتذكرها بهذا الوقت. هلا هون رح أفرم البندورة وكلها أفرم أحطها فوق البرغل لبين ما ينشف معي البقدونس، لأن ما بحب كمان أفرمه، لأني بدي أفرمه على الفرامة اليدوية. ما كويس إنه أفرمه بصير فيه مي، ما بحبه، بحب إنه ينشف تماما. هلا أول ما كتير نشف معي 1000000%، بس يعني حاولت إني نشفه قدر المستطاع. وهلا هذا الخيار اللي نقعته يا صبايا لساته منقوع ما غسلته، هذا خيار عندي من قبل. أنا بحب إني استعمل الخضرة القديمة اللي عندي، والخضرة اللي جايبينها تازة برجع بغسلها بنظفها وبرد بحطها بالسلال، بحطها بالبراد خلص مشان يكون إنه ما في خضرة كتير بايتة أو قديمة. عرفتوا كيف؟ بستعمل أي شيء بكون عندي قديم، وبخلي حتى إذا بيزود بحطهم بوش السلي من فوق، مشان إذا استعملناهم نستعملهم أول بالأول، بيضل الخضرة التازة إنه تضل مشان تقاوم أكتر أو ما تخرب أو شيء. هلا لكم شو صبايا التبولة، هاي الفرامة كويسة للخس والبقدونس، ما عجبتني زيادة للخيار، بس أنا مالي خلق إني تقريبا استوت هلا معي الصينية. بدي أطول كتير أنا وقت بدي أفرم الخيار كتير ناعم على إيدي، قمت عملته بالفرامة أسرع وأحسن. لكم إنه أنا بتهلكني الوقت في صبايا. إيه لا بفضل أنا إنه نقعد على مهلنا ونفرم الخيار، بس مثل ما عم لكم أحيانا الواحد بيكون مستعجل أو بيكون ما عنده وقت. والله ما شاء الله دول الفرامات ما شاء الله والله نعمة، يعني طلعوا بالمطبخ بقى. هلا هي فرامة الكهرباء بس أفضل، بس والله أنا هي ما شاء الله كتير مريحتني وكتير مساعدتني بنسي المطبخ. من يوم اللي جبتها كتير بحب استعمالها ما شاء الله. شوفوا إذا البقدونس ناشف ما شاء الله كيف بتطالع، والله ناعم ناعم وناشف على الأخير يعني شوفوا ما شاء الله. والخس بالشتاء كمان وقت بدي أفرم للتبولة كمان كتير بتفرم بتساعدني بهيك أمور. حتى للبصل إنه وقت بكون كمية بصل كتير للكبة لهيك أكلات كمان كتير كتير مريحة والله. مع إنه هي جبتها أنا ب50 ليرة يا صبايا، مثل ما أنا عم بحكي لكم صبايا في شغلات بنجيبها عن جد رخيصة، بس ما شاء الله بتقاوم معنا وبتضل ما أحلاها وبتساعدنا بكتير أمور، بس إنه ندير بالنا ونحافظ عليها وما نكترها. لأن صبايا هي من يوم اللي جبتها ما بكتر فيها كمية الخضرة. مثلا بدي بحط بصلتين بفرمهم ضربتين وبرجع بحط البصلتين. هلا صحيح بدنا نضل نقيم ونحط وهيك، بس افضل ما انه تضل وقت اكتر. لانه كتير في ناس جابوا نفسها حطوا كمية بصل كتيرة ضربوا هيك كانت مقروفة معاهم هي اللي بتضغط اللي بتحط بالشفرة بتضغط بالايد خلص صارت للكب وتكون اسا شفرتها جديد. عرفتوا كيف؟ لا انا الحمد لله يعني دايرة بالي عليها وما شاء الله الي كتير مدة طويلة وانا عم بستعملها. هلا رح يصير لعندي اكتر من سنة وما شاء الله لحد الان عم مساعدتني وما احلاها بالمطبخ. هلا هون كمان حطيت رشة ملح الليمون صبايا، وهي حطيت شوية زيت ورشة حمض وملح وفلفل أسود بس. وهاد كان غدانا لليوم. الله يديم علينا وعليكم النعم. اشتهيتكم تكونوا علي صبايا والله طيب غير شكل طلع. الله يديم علينا وعليكم النعم ويديم عليكم الصحة والعافية والرزق الوفير إن شاء الله يا رب. اللهم آمين. والله هيك يبارك فيكم وينولكم كل شي بتتمنوا بهالدنيا يا صبايا. اكتبوا لي اليوم بالتعليقات شو طبختوا. واللهم صل على سيدنا محمد. ولا تنسوني من اللايك، اللي وصل مع معصومي لهون يثبت وجوده بالفيديو ويحط لي لايك ويقول لي انا وصلت لاخر الفيديو يا معصومي وانا عم شاهد لك اياه. الله هيك يخلي لي اياكم وما يحرمني منكم ويجبر بخاطركم ان شاء الله بالدنيا وبالاخره يا رب. هون يا صبايا الي اسبوع جايبه هي الزريعه من البازار وما صورتها معاكم لاني ما كنت جايبت لها شقف اني حطها بقلبها. امبارحه جبت لها هاي الشقف ب10 ليرات، هي
اللي بيحط فيها بتنحط بقلب الزريعة. واليوم جبت شوية تراب من تحت من الأرض، لأنه التراب اللي هي عليها ما راح يكفي. وهلا رح انقلها لهون على الشقف واسقيها مي، وبدي يصير بقى احطها الصبح وانا عم بشرب كاسة متي. هاي الزريعة اسمها اكليل الجبل يا صبايا. اذا الله هيك حمالي اياها بتضل بقى كل سنة ان شاء الله، اذا الله هيك احيانا وعطانا طولة العمر بتضل كل سنة. بالشتاء صحيح بهر ورقة، بس خلص بترجع كل سنة بالربيع انه بترجع تعيش. عرفتوا كيف؟ انا هيك كان بدي زريعة، وحابة اسا اجيب لي شي زريعتين او ثلاثة، انه صار الدنيا صيف وحلو الصبح لمن الواحد يقعد على البرندة بيشرب كاس متي. حلو انه يكون حواليه خضار وزرايع. هلا عملتها بهي الطريقة، ما بعرف اذا طريقتي صح. وعلى الاغلب يا صبايا يمكن هو بده من تحت انه الواحد يثقبه، وانا ما ثقبته، ما بعرف اذا هو مثقب ولا لا. راح اني احاول احمله سيخ او شغلي تبع لحمه، واني ثقبه فيه مشان انه على الاغلب ما تعفن من جوا او هيك. يمكن هيك على الاغلب. انا ما كتير شاطره بزرع بالزريعه او بالزرايع يا صبايا، بس لشوف رح اجرب حظي هالمره. واللي وصل مع معصومي لهوني لا ينساني من لايك، الله يجبر بخاطركم، واستنوني ان شاء الله بفيديوهات قادمه.